موضوعه نزيف هجرة الأدمغة والكفاءات المغربية إلى الخارج. الكلمة لأحد السادة المستشارين من الفريق الاتحاد المغربي للشغل لتقديم السؤال. شكرا السيد الرئيس. نسائلكم السيد الوزير المحترم عن استراتيجية الحكومية للتخفيف من حدة هجرة الأدمغة المغربية إلى الخارج، وشكرا. الكلمة للسيد الوزير للإجابة على السؤال. كما أكدت ذلك في عدة جلسات، هذه الإشكالية ديال هجرة الكفاءات هي إشكالية دولية كيعانيو منها واحد العديد من البلدان ومن بينهم المغرب. هذه الهجرة تتم عبر ما نسميه بحركيات الكفاءات، وهي فيها واحد الجانب إيجابي ولكن أيضا جانب سلبي. جانب إيجابي لأن هذه الكفاءات الوطنية كيكتسبوا واحد المهارات، واحد القدرات، وكيكتشفوا واحد البيئة علمية أخرى، واحد المعاهد العليا الدولية، وكيكتسبوا واحد الخبرة. ولكن الإشكال الكبير يكمن في أن هذه الطاقات كتبقى في ذاك الدول، لأن البيئة محفزة، المناخ محفز، وكاين واحد العدد المجالات فين كيبدعوا هذا. لهذا اليوم هذه المشكلة وهذه الهجرة لا تنحصر على مسؤولية قطاع واحد، أي قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ولكن واحد العدد ديال القطاعات، لأن خصنا نوفروا البيئة اللازمة لهذه الكفاءات باش يمكننا نستضيفوهم ونمكنوا لهم باش يلقاو واحد المناخ محفز للاشتغال وللعمل وللأداء. واحد العدد ديال المبادرات كاين المركز الوطني للبحث العلمي والتقني CNRST دار واحد البرنامج فينكم، العدد ديال المغاربه، الكفاءات المغاربه، الخبرات المغاربه، باش نستضيفوهم. كان هاد فينكم المده قصيره اسبوعين، ومن بعد دابا كاين واحد البرنامج طول سنه لاعطاء الفرصه لهذه الخبره الوطنيه في الخارج باش تكتشف الواقع الوطني في البحث العلمي، في الابتكار، وفي ايضا المجال الصناعي، ونحتفظوا بهم في المغرب. سنويا كاين واحد المبادره كيقوموا بها واحد العدد ديال الشركات الوطنيه في باريس، والاسبوع المنصرم عاد تم هذا اللقاء، هي استدعاء عدد ديال الكفاءات ديال الطلبه المسجلين في اوروبا باش يكتشفوا، نقدموا العرض الوطني في البحث العلمي في الاقتصاد، حتى ايضا نخلق واحد الجسور بين هذه الكفاءات الوطنيه والمناخ الاعمال على المستوى الوطني. وشكرا. الكلمه لاحد الساده المستشارين في اطار التعقيب. شكرا السيد الوزير. بالفعل هنالك حركيه ديال الكفاءات اللي زادت من حدتها العولمه، ولكن الظاهره ديال الهجره ديال الادمغه بالنسبه للمغرب وصلت لواحد المستويات اصبحت مقلقه بالنسبه لبلادنا، على اعتبار ان المغرب ولا مصدر ثاني بالنسبه للدول العربيه والاورو متوسطيه بالنسبه لهجره الكفاءات. فبالتالي والادهى هو ان هذو كفاءات في مجالات جد حرجه وجد يعني متخصصه، الطب النووي، العلاج بالاشعه، الهندسه الالكترونيه والميكرو الكترونيه وقطاعات تنمويه اخرى. 200 مهندس سيد الوزير سنويا كنصدروها، كذلك في القطاعات التنمويه دائما 7000 طبيب، في حين ان بلادنا كتعاني ما يسمى بالديزير ميديكو، عندنا يعني او ما يسمى بالصحراء الطبيه، عندنا خصائص حاد على مستوى الموارد البشريه في المجال الطبي، في الوقت اللي كان وكذلك مجالات اخرى اللي كينعكس سلبا طبعا على واقع التنميه البشريه والتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه وضياع المجهود والطاقات الى انفستيسمون، الاستثمار اللي تعمل في هذه الموارد البشريه. ما كاينش لو غوتور سور انفستيسمون سيد الوزير، خاصه وان المغرب هو اللي كونهم. فمن غير المنطقي كذلك باش 90% من الخريجي ديال الكليات وديال المدارس العليا انها كتحلم تهاجر المغرب، ولينا امام يعني هجره تفكير جماعي في الهجره الجماعيه.
هذا الشيء حنا تنقدروا نصنفوه سيد الوزير بانه نحن بصدد تهجير العلم ليساهم في تنميه بلدان المهجر بدل من تصدير القيمه المضافه للعلم والمساهمه في المجهود التنموي للبلاد ديالنا. الأسباب معروفة سيد الوزير: فشل السياسات الحكومية المتعاقبة في رسم استراتيجيات عمومية من شأنها إدماج الكفاءات في سوق الشغل، والعجز الهيكلي للاقتصاد الوطني على خلق قطاعات اقتصادية نوعية على غرار الاقتصاديات الصاعدة، غياب كذلك رؤية استراتيجية لمواكبة خريجي هذه المعاهد والمدارس العليا على مستوى التكوينات في حياتهم المهنية. كذلك كاين ضعف البنية التحتية الحديثه للبحث العلمي بحال اللي جبتي في المداخله ديالك، وغياب الاراده السياسيه للارتقاء بهذا البحث العلمي. الميزانيه ديالو خير دليل 0.3% من الناتج الداخلي الخام اللي هي بعيده كل البعد على المعدل العالمي. كذلك هزالة الاجور والتعويضات في المغرب مقارنه مع الاجور والتحفيزات في الدول هذه اللي كتستقطب هذه الكفاءات. ثم استمرار طبعا تفشي ظاهره المحسوبيه، وما نساوش الاحتقان الاجتماعي المتزايد والتضييق على الحريات والانفيرونمون سوسيال والانفيرونمون بصفه عامه اللي غادي يعيشوا فيه. كيبان بان سيد الوزير حنايا كنراهنوا على الجهويه، كنراهنوا على نموذج تنموي جديد. شكرا السيد المستشار. بعين الاعتبار هذا شكرا السيد المستشار.